عملنا احلى صينيه سردين كده بالخضار، حاجه كده ما شاء الله تفتح النفس. تحتيها طبعا بطاطس وجزر بقى وبالخضار. يلا بينا نشوف عملنا الصينيه الحلوه دي ازاي. عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وزي حضراتكم ما انتم شايفين كده، لقيت السمك الجميل ده، السردين البلدي. السردين البلدي ده استحاله اجيبه ما صورهولكش. العشق بصراحه، مخلل بقى ومقلي وصينيه. مش عايزه اقول لكم، لما بيطلع هو ضيف عزيز كده ما بيقعدش كتير. بحبه قوي. الصغير قوي ده الحقيقه بحبه يتقلي كده، بيبقى عامل مقرمش كده، بيبقى طعمه تحفه ومفيد كمان جدا جدا. اوعوا تشوفوه في السوق وما تجيبوهوش. طبعا انا غسلته ومنضفاه كده. وتعالوا بقى الكبير ده هقفله معاكم احلى صينيه سردين. طبعا انا غسلاه، بس انا شايفه الصراحه ان الراس دي ملهاش لازمه، فهقص الراس بالشكل ده وهقص حته صغيره كده من طبعا بصوا، هو طبعا اسهل من غسيله مفيش. هجهزه كله بالشكل ده كده، ونشوف بقى الخطوه اللي بعد كده ايه. قطعنا بقى اللهم صل على النبي. قطعنا بقى الراس كده وظبطنا الديل. عندي بقى هنا مش توم كتير، انا كده كده هنحط بقى بصل وفلفل وطماطم، فمش عندي، مش عايزه توم كتير الحقيقه. عندي كده كام فص من التوم، هنزل عليهم بملح وفلفل وكمون وكزبره. وطبعا الشطه حسب الرغبه، لو حابه شطه تمام، مش حابه براحتك. احنا هنحط حبه شطه كمان كده على التتبيله بتاعتنا. وعندي شويه فلفل احمر مفروم، هنحط برده كده معلقه فلفل احمر اهو. هنقلب بقى دول كلهم كده الاول. قلبنا بقى التومه والتوابل بتاعتنا. ليه بتعملي في نفس الصينيه؟ انا كده الحقيقه مش بحب انعكش الدنيا، احب اخرج من المطبخ والدنيا حلوه ورايقه معايا كده. هحط كمان ليمونه على الخلطه بتاعتي الحلوه دي كده. هقلب كمان الليمون كده حلوه قوي مع التوابل بتاعتي اهو. طيب هنعمل ايه بقى؟ طب انت حاطه السردين جنب التوابل؟ ايوه، لان كده كده عايزه، بس في بذره هنا اطلعها اهو. خلاص كده قلبت طبعا الليمون مع التوابل بتاعتي مع الفلفل. بصوا الخلطه بقى شكلها عامل ازاي، حاجه كده تفتح النفس. همسك بقى السردينه بتاعتي واحط في كل واحده بالشكل ده كده، عشان لما اعمل صينيه السردين ما يبقاش السردين من بره حلو كده وفيه ملوحه حلوه، ومن بره تحسوا انه من جوه مش متبل. تلاقيه كده من بره عليه ملح ومتبل، ومن جوه لا مش متبل. عايزه ادي كده تشريحه برده بسيطه كده اهو. واحط عليه سردين على السردينه التتبيله من اللي انا عملتها دي. تبلنا بقى السردين بتاعنا بالشكل ده على جنب، وفاضل حته من التتبيله اهي كده برضو، هي كل حاجه في الصينيه. هننزل بقى هنا دلوقتي كده ببصلايه مقطعاها شرايح رفيعه. بس هنعمل ايه بقى في البصلايه قبل ما نحط بقيه المقادير بتاعنا؟ هحط عليها شويه ملح صغيرين. طبعا احنا مظبطين الملح بتاع السردين. هنحط بس على البصلايه شويه ملح، وعليهم شويه كمون، وكمان شويه صغيرين من الفلفل الاسود اهو. وقبل ما نحط بقى بقيه حاجتنا كلها، محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اعمل كده، ادعك البصلايه مع الملح والفلفل والكمون كويس قوي. تحسي ان انت كده لما دعكتيها ان البصلايه بتاعتك دبلت كده، وكمان بتغير طعم صينيه السردين تماما. لكن لو حطيتيها كده من غير ما تدعكي البصلايه يبقى بالشكل ده كده، بيبقى ليها طعم برده مش زي ما دعكتي كده. هروح مدخله بقى حته التومه كمان اللي فاضله من التتبيله اهو مع البصله بالشكل ده. هنزل بقى بايه؟ هنزل بقرن فلفل متقطع كده، وكمان بصلايه جزرايه بشراها اهو. وهقلب كل الخليط بتاعي بالشكل ده كده اهو. كده عايزه كل الخضره بتاعتي تبقى ايه عليها التتبيله والبصل والملح والفلفل، كل حاجه حطيتها يعني تشرب من بعضها بالشكل ده كده. بس بعد ما قلبت بقى بالشكل ده كده، هروح نازله كمان بطماطمايه شرايح، وكمان ليمونه شرايح بالشكل ده كده. هقلب الليمونه كمان مع التتبيله بتاعتنا. عندي ايه بقى؟ عندي 3 بطاطسات مقطعاهم شرايح رفيعه. هنحط بقى كل ده كده. هنا بقى في المرحله دي هشيل بس السردين بتاعي ده لحد ما ارص البطاطس بتاعتي في الصينيه كويس. هاخد كده السردين في الطبق هنا اهو،
هقلب بقى كل ده مع بعضه حلو قوي، الليمون مع الخضره اللي انا حطيتها مع البطاطس مع كل الاضافات اللي عملناها مع بعض. رصيت بقى صينيه البطاطس بتاعتنا، الصينيه البطاطس كده بالشكل ده رصيته، وشلت شويه من الحاجات ديت هحطها على وش بعد ما احط السردين. تعالوا بقى نشوف هنرص السردين بتاعنا ازاي. بسم الله. كده ممكن نخليه كده احسن اهو. رصيت بقى السردين بالشكل ده، هنحط بقيه التوابل اللي كنا شايلينها من التتبيله بتاعتنا اللي احنا عاملينها. بحب الليمون بصراحه على الوش كده ما بيتحمر، بيبقى بصراحه بيدي طعم حلو قوي بالشكل ده كده اهو. طبعا الفرن لازم يكون ولع قبلها والسخن، يعني الفرن يبقى مولع، ما ينفعش نحط صينيه السردين من غير ما يبقى الفرن سخن قوي، لان في المرحله دي السردين بتاعنا هيزفر. حطيت كمان القرنين فلفل بالشكل ده، وطبعا الميه اللي نزلت من الخضار كلها لازم نحطها. هنا بقى في المرحله دي عايزين رشه زيت حلوه، يعني رشه كده محترمه، مش شويه قليلين، حبه كده حلوين. هنروح نحطها الاول على الصاج اللي تحت خالص في الفرن، اول ما تسخن وتلاقيها الخضار نزل ميته كده وغليت بمعنى اصح، برفعها على الرف الوسطاني. خلاص صينيه السردين بتاعتنا التحفه دي، عايزه بس اوريكم بسم الله ما شاء الله الخضار فيها، وما شاء الله على ريحتها، حاجه كده ريحتها تحفه. السردينه من جوه ما شاء الله تتاكل بالف هنا وشفا، حاجه تفتح النفس. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.